عادي بقى كده. ايوه ايوه فوق. شايفين يا جماعه الحلاوه والجمال؟ ده اللي ما يتوصفش. هي دي حلاوه عيد ميلادي بجد. هو ده، انا لما احب افرح انا احب كده كده، انا اتكيفت. على ما اظن بقى ان المنظر صح. واللي قال لي زود لي موتزاريلا يا شيف عم جاستن باشا، مش ناسيك اهو. اهو. اتمنى تكون التفاصيل واضحه. يلا، كل واحد يقول لي كل سنه وانت طيب وسلام بقى. لا بقى سلام ايه ده، انت تيجي وتتفرج معايا على طريقة عمل المكرونة الجامدة جدا 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 دي. اول حاجة نجيب معلقتين سمنة كبار، نجيب البصلتين والتركة. بص يا جدعان على الترانزيشنز، بأمانة انا اتطورت. بص يا جدعان، يا نهار اسود الحلة كانت هتقع. اتح- حسدت نفسي من اولها. جينا بعد كده يا باشا، بعد ما حطينا السمنة الجميلة بتاعتنا، بنحط معلقتين سمنة كبار على بصلتين ثلاثة متقشرين متوسطين. تمام، وبعد كده نحط عليهم لحمتنا المفرومة الجميلة. نحطها امتى؟ نحطها لما البصله تبتدي تصفر. ودي كانت تاني مره الحمد لله، كان ممكن اتحرق فيها، الحمد لله ما بسلمش عشان خاطر كنت شغال بايد واحده عشان التصوير. بعد كده بقى نمسك بايدينا الاتنين الحلوين ونقعد نقلب اللحمه بالشكل الجميل ده، تمام، لغايه لما اللحمه كلها ما نلاقيش فيها لون احمر، ولغايه ما تقلب للون الرمادي. بس بعد بقى ما نقعد نقلبها بقى التقليبه الجميله دي، هنبتدي نحط الملح والفلفل بتاعتنا. هنحط معلقه صغيره ملح ونص معلقه صغيره فلفل اسود. تمام، وخلي بالكم يا جماعه مقدار اللحمه ده عباره عن نص كيلو. بصوا يا جدعان، شايفين الميه اللي نازله من اللحمه؟ كده معناها ان هي لسه ما استوتش. تستوي امتى؟ نعرف انها استوت امتى لما نلاقي اللحمه ما فيهاش خالص اي ميه موجوده من تحت، زي ما انتم شايفين دلوقتي في الفيديو. ندوق اللحمه الجميله بتاعتنا ونظبط الملح بتاعها على حسب الرغبه. وبس بقى طلعت بالحلاوه والجمال، ودي تتاكل اصلا، دي اللي كنا بنعمل بيها سندوتشات من ورا مامتنا واحنا صغيرين. نيجي بقى يا باشا للمكرونه الجميله بتاعتنا. هنجيب ميه نغليها ونحط فيها المكرونه الجميله ونقعد نقلبها. السر بقى يا باشا اللي يخليك تعمل المكرونه تخليها ما تتكسرش، تمام، تخليها ما تتكسرش مهما كانت نوعيتها مش قد كده، تمام، ان انت يا باشا تحطها في ميه مغليه، تمام، وتقعد تقلبها كل دقيقتين. تظبط المنبه وتقعد تقلبها كل دقيقتين. بس بالمنظر ده هتلاقوها الحمد لله ما عجنتش معاكم. ونيجي بقى بعد ما سلقنا المكرونه تلات ارباع سوا، او اللي بيتقال له الدانتي، انا اسف على اللغه ده الايطالي بس ما علينا. هنمسك المكرونايه تمام من الميه ونشوف هل طريه معايا بتداس مثلا زي الكاوتش كده بتداس وترجع تاني، يعني مرنه معايا المكرونه وما اتكسرتش. يبقى كده يا باشا انت ايه، انت كده وصلت لمرحله السوى المظبوط. تمام، وعشان خاطر تتاكد اكتر هتيجي تاكلها في اسنانك تحس ان في بواقي من المكرونه في اسنانك. هلا ونبتدي نعمل بقى صوص البشاميل الخطير جدا جدا جدا، اللي هيخليكوا حرفيا حرفيا تدمنوا الاكله دي. اول حاجه هننزل بيها، هننزل بمقدار سمنه كبير، 5 معالق سمنه. هتقول لي ليه يا جورج كل الكميه دي؟ ده كتير جدا جدا. اقول لك يا غالي عشان خاطر احنا عاملين كميه بشاميل كتيره جدا 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 فوق الحدود. تمام، احنا هنا يا باشا حطينا ال5 معالق سمنه، وزيهم برضه هنحط 5 معالق دقيق، ونبتدي بقى نقعد نقلب 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 لغايه لما الدقيق يشرب السمنه كلها، وتبتدي بقى ريحه الدقيق مع السمنه الجميله تغرق المطبخ حرفيا، وتبقى شاممها من هنا وتبقى عايز تطير السما. بس بالمنظر ده بقى، اول لما خلاص يتخلط كل الدقيق مع السمنه، هنبتدي بقى ننزل بالايه، ننزل بقى بالتش الجميله جدا جدا بتاعتنا بقى. يلا يا ابني انزل لي كده بكيلو لبن. كيلو لبن، الكمية بتاعتنا يا شباب بتكون كيلو لبن او 2 كيلو. كيلو لبن او 2 كيلو. 2 كيلو لو انت هتعمل كمية بشاميل كتيرة جدا. تمام، انا نفسي عملت كمية البشاميل عملتها بكيلو لبن وعملتها بنص كيلو مية. كيلو لبن ونص كيلو ميه. الميه مشكلتها ايه؟ مشكلتها انها بتزود فتره السوى مش اكتر. دي مشكله الميه. تمام، لكن انت يا باشا لو عملتها، انا اصلا عشان احب اقول لكم سر كده صغير، انا اصلا عملتها بكيلو لبن وعملتها بكيلو ميه، او لتر لبن ولتر ميه. تمام، بس لكن انتوا ممكن تعملوها بلترين لبن عادي جدا لو عايزينها اغنى. انا عن نفسي عملتها كده وطلعت فعلا تحفه تحفه ولا تقارن. تمام، عايزين تحطوا اللترين لبن هتبقى اغنى وهتبقى طعمها احلى واحلى كمان. تمام، هنا بقى هنبتدي نحط موتزاريلا. انا هنا حطيت موتزاريلا الحمد. تمام، وخلي بالكوا بقى في حاجة تانية بعد ما نحط الموتزاريلا كده. تمام، المشكلة في الطريقة ان انت تحط مية على اللبن، ان البشاميل هياخد وقت اكتر في السوى. البشاميل هياخد وقت اكتر في السوى بسبب ان انت حطيت مية على اللبن. تمام، لكن انت لو حطيت لبن صافي هتلاقي البشاميل اخد معاك وقت اسرع وربط معاك اسرع. بس بعد بقى ما نحط الموتزاريلا الجميلة بتاعتنا بقى، نبتدي بقى نقلب التقليبة الجميلة الحلوة دي.
تمام، عشان خاطر نسيح الموتزاريلا جوه البشاميل. ده بيدي حته غناوه وريحه وطعم للبشاميل ما يتقارنش ابدا باي بشاميل تاني تتاكل. بس نيجي بقى بعد كده يا باشا نحط الملح والفلفل بتاعنا. تمام، انا حطيت معلقه كبيره ملح وحطيت ربع معلقه كبيره فلفل اسود. بعديها بقى نفضل نقلب البشاميل بتاعنا الجميل على نار عاليه زي ما هو. تمام، احنا البشاميل اللي بنعمله يا جماعه على نار عاليه عادي جدا عشان خاطر يستوي اسرع. بس كده. وبعد ما نقعد نقلبه لغايه لما القوام بتاعه يتقل. قلنا لو في ميه تمام القوام بتاعه هيبقى اخف شويه في الاول او هيحتاج وقت اطول عشان خاطر القوام بتاعه يتقل. نجيب بقى بيضتنا الجميله. تمام، قرب خلاص البشاميل خلاص هو ده القوام اللي احنا عايزينه، نطفي النار على البشاميل. تمام، وبعد كده نحط بقى البيضه بتاعتنا الجميله. بعد ما نحطها نبتدي نقلب بسرعه جدا 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 عشان خاطر البيضه ما تستويش من حراره البشاميل. نقلب بسرعه جدا 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 عشان البيضه ما تستويش من حراره البشاميل. ماشي شباب، ركزوا خالص في الخطوه دي عشان خاطر لو البيضه استوت تمام هتبقى الموضوع مش لطيف خالص. بس ندوب بقى البيضه بتاعتنا كويس جدا في البشاميل. بس وبكده بقى صوص البشاميل التحفة بتاعنا خلص، بكل حركاته بتكاته بطعمه التحفة اللي هيجننكوا حرفيا لما تدوقوه. نيجي بقى يا باشا على أحسن مرحلة من مراحل البشاميل، وهي مرحلة رص البشاميل. هنيجي بقى يا باشا في بولة كبيرة، أي بولة كبيرة عندكم في البيت تسيع حجم المكرونة الكبير. تمام، هنبتدي نحط بقى المكرونة بتاعتنا الجميلة في البولة دي. ونيجي بقى نحط عليها من حوالي من 3 ل5 مغارف صوص بشاميل. نحط مثلا 5 مغارف مش مشكلة، براحتنا بقى، احنا عملنا كمية بشاميل كبيرة ونحط بقى براحتنا اللي احنا عايزينه. بعد ما نحط البشاميل الجميل بتاعنا بقى نقلب. ويا جماعة هي دي المكرونة اللي كنا زمان بنسرقها وبتتاكل نية زي ما انتوا شايفين. طبعا الحلاوة بعد ما قلبناها هنيجي بقى في صينية. تمام، انا اخترت صينية تيفال عشان خاطر المكرونة ما تلزقش. وبرضو حاجة من ضمن الاسرار اللي بتخلي المكرونة ما تلزقش ان احنا نحط صوص البشاميل من تحت. تمام، ده بيخلي المكرونة ما تلزقش وفي نفس الوقت بيديها تحميرة حلوة خالص من تحت. ونوزع بقى يا صديقي البشاميل بتاعنا الجميل على الصينية كلها وننزل بقى بالمكرونة. دايما يا جماعة الطبقة اللي تحت بتكون اكتر من الطبقة اللي فوق. اعملوا حسابكم دايما ان الطبقة اللي تحت بتكون اسمك من الطبقة اللي فوق. خاطر لسه هننزل عليها باللحمة وهننزل عليها بصوص بشاميل. هننزل بقى باللحمة نرص لحمتنا الجميلة. وطبعا يا جماعة مش عايز اقول لكم احنا حطينا نص كيلو لحمة، نبتدي بقى نحط الكمية اللي احنا عايزينها. تمام، بس خلي بالكم خليكم في النص كيلو ده بس. تمام، عشان خاطر يعني ما تكتروش عنه عشان خاطر هو كده دي اللي بالنسبه لي البورشن اللي فعلا مظبوطه. نزلنا بعد كده بقى بصوص البشاميل التحفه بتاعنا. تمام، ونبتدي بقى نوزعه على طبقه اللحمه المفرومه وننزل بقى باخر طبقه من المكرونه معانا. ونرص بقى الرصه الجميله الحلوه دي. ايوه ايوه. وننزل بقى باخر طبقه من صوص البشاميل ونغرق بقى. يعني هنا بجد على قد ما تقدروا حطوا. تمام، على حسب موسع الصينيه عندكم. لو الصينية عندكم يعني فيها مساحة أكبر حطوا بشاميل ما يهمكوش. المرحلة دي مهمة جدا 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 عشان خاطر يطلع معاكم النتيجة اللي في آخر الفيديو ده. هنا بقى أنا كان زاد مني شوية مكرونة فرحت جبت بقى طاجن فخار كده جميل وحطيت فيه معلقتين 3 كده من صوص البشاميل. وطبعا دهنت بيها الفخار. نزلت بشوية مكرونة من تحت، حطيت عليها لحمة مفرومة برضو كانت زادت مني. وبعديها ننزل بحبة المكرونة الباقيين ونحط بقى وش البشاميل الجميل بتاعنا. وطبعا زي ما وصيتكم على قد ما تقدروا تغرقوا. وبصوا يا جماعة على حلاوة وجمال الطاجن. شايفين اهو ده الدلع كله ده الدلع كله. لما تعملي طاجن مكرونة بشاميل في البيت بإمكانات بسيطة جدا هي دي فعلا الأكل التحفة. بس وبعد كده بقى بصوا يا جماعة منظر الصينية ده منظر الصينية قبل ما تدخل الفرن. لسه بقى بعد ما تخش الفرن وهتشوفوا الحلاوة كده يا جماعة وابتدت بقى تاخد وش. احنا مش عايزين الوش ده. الوش ده يا باشا مجرد البداية بس. تمام، بس يا جدعان الريحة اللي كانت قلب البيت ولا حلاوة الصوص ولا حلاوة الوش اللي اتعمل. لا لسه احنا لسه في عندنا كتير قوي قوي قوي. هنا بقى بعد ما استوى الوش نص سوا كده جميل وبعد كده بصوا هننزل بقى بايه. طبعا وش الموتزاريلا الجميل. عم جاستن حبيب القلب. تمام، قلنا لك اهو يا باشا، قلت لها زود لي موتزاريلا يا شيف وادينا اهو 1 2 3. هوبا بقى المفاجأة. ووبا. هو ده هو ده يا شباب اللي احنا بنقول عليه مكرونه بشاميل. ايوه بقى يا ابو جمال يا جامد. هي دي احتفاليه عيد الميلاد بتاعتي. احتفاليه عيد الميلاد بتاعتكم خلي بالكم دي بتاعت العيال التوت تورت بقى ومش عارف ايه وجاتوهات. الحاجات دي ملهاش لازمه عندي. أنا لما اجي احتفل هو ده اللي يبسطني.
يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا شيف. ايوه كده. ست الوالده هنا بتقطع لي بقى المكرونه الجميله. ايوه. باين 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 صوص البشاميل اللي هو بيبوظ. باين يا باشا الحلاوه والجمال. لا 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 لا، نيجي بقى نغرف نشوف بقى الطبقات عامله ايه. نشوف المكرونه البشاميل دي منظر من بره ومش غرقانه من جوه ولا ايه النظام. نشوف بقى انا بعمل حاجه اي كلام ولا حاجه زي العسل. ايوه. نطلع بقى كده على الطبق. وريني وريني ووديني في الحلاوة وتوهني توهني يا عم الشيف ابو جمال. يلا نيجي بقى للخرطة التانية. يا سلام يا سلام يا سلام. حط لي بقى هنا التلفزيون ما قدرش يسكت وكان لازم يعبر عن انبهاره. السلام 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 عليك يا شيف ابو الجمال. هنا بقى كان رأي الست الوالدة اسيبكم تسمعوه برواقة ويلا سلام. جورج عامل عظمة عظمة. أنا أول مرة أعمل بدون صلصة، بس أعملها وهمية بصراحة فظيعة، حلوة أوي يا جورج. ملحها مظبوط، سواها مظبوط، العصاج كله، البشاميل تحفة. ألف هنا وشفا يا ست الكل.